الذي يأتي بسلام. إمحوتب، أول عباقرة الزمان، الوزير، المهندس، الطبيب، مؤسس العلوم وصاحب الأعاجيب، والذي نصبه البطالمة واليونانيون من بعد موته ب1000 عام إلها للحكمة والطب من قبل إسكيليبيوس، ومعلما لآباء الطب من قبل ظهور إيبوكراتس ب2100 عام. الحكيم باشا ما كانش بين ايديه التكنولوجيا اللي بين ايدينا النهارده، لكن بعلمه وحسه واخلاقياته المهنيه كان سابق للتكنولوجيا وامتداد لجذور الطب والحكمه اللي ورثها عن اجداده. الطبيب الاول في تاريخ البشر المعروف هو الطبيب المصري، الدكتور. ده اسم الفيلم ده اللي بيتكلم عن كل دكتور في مستشفى 57-357. قصه طبيب في قلب مستشفى، ومستشفى في قلب طبيب. وانا لسه طالب في الكليه 2003 كنت في رحله مع دكتور شريف لجمع تبرعات لمستشفى الاطفال. المستشفى دي بعد كده بقت 57-357. مستشفى بالحجم ده بالتكلفه دي بالنسبه لي ده كان خيال، حاجه لا يمكن تتحقق يعني، بس حصل. بحكم شغل بابا وماما، أنا وأخويا الصغير اتربينا مع جدتي. كنت باخد بالي منه كأني أكبر منه ب20 سنة. لما جيت 57 كانت عادتي المفضلة إن أنا أجي الساعة 7 الصبح قبل الشغل ألعب مع الأطفال وأتكلم معاهم. علاقتي ب57-357 بدأت من وأنا في امتياز. حتى لما دخلت الجيش كنت 3 أيام في الوحدة و3 أيام متطوع في 57. لما تقدمت الانترفيو 57-357 كان عندي عيادتين في المنوفية وخبرة 12 سنة ومعاذ 6 شهور. انترفيو القبول في برنامج الطبيب المقيم Residency Program 57-357 هدفه في الأساس يقيس مدى قدرات وقابلية الأطباء للانضمام لمنظومة الترانسفورماتيف ليرنينج في 57-357 والاستفادة القصوى منها. أول حاجة عملتها لما دخلت 57 اتصورت مع الكورة. كان في محاضرة دكتور شريف أبو النجا، دخلت على المحاضرة قلت هشتغل في المكان ده. أول شهور ليا في 57 كأني دخلت عالم خيالي. كل ركن هتلاقي له لقطة في موبايلي. أول لقطتين يمكن دخلوا قلبي، لقطة الكنيسة وأسامي المتبرعين، واللقطة اللي جنبيها اللي هي صورة الشيخ الشعراوي اللي بحبه جدا. قبلت في 57-357 ومعاذ دخل حضانة 57-357. جدي الله يرحمه علمني إن حتى عمل الخير محتاج إدارة محترفة. مش مهم إن يتقال اسمك، المهم فعلا. أول ما جيت المستشفى كنت باخد نبطشيات كتير، ولفت نظري قوي أول ما دخلت السكن في أول يوم في النبطشيات لقيت الإضاءة كويسة جدا، السكن جميل جدا. كنت بيلفت نظري برضو قوي إن كل الناس بتشتغل أكنهم بالنهار. وكنت دايما في النبطشية بعد ما أخلص الجزء الأساسي في الشغل كنت بنزل تحت في الجنينة واريح كده على النجيله بتاعت الجنينه واحلم تبقى رساله خير لكل الناس. بيرعنخ، بيوت الحياه. هكذا كانت تعرف مدارس الطب التي تلقى فيها الطبيب المصري القديم التعليم الأكاديمي والتدريب المهني. ولم يمر عصر ولا تخلو عاصمة مصرية قديمة من مدرسة أو أكثر اشتهرت وبقيت علومها تنير الدنيا حتى اليوم. الكومبايند كلينيك أو العيادة المجمعة هو المكان اللي كل الفريق الطبي وكل التخصصات بيجتمعوا فيه لمناقشة حالة كل طفل على حدة. العيان بيكون علاجه طبقا لأحدث البروتوكولات، ولو في أي تغيير في علاجه بيكون من خلال الكونسلت الطبي اللي هو كومبايند كلينيك، وده بيكون الهدف منه الحصول على أقصى استفادة للمريض. مفيش يوم مفهوش مورنينج ميتنج، وكلنا بنعرض الحالات اللي هي جت في النبطشية وبنتناقش فيها ونشوف قرار العيان أحسن قرار العيان إيه. وكل الكلام ده بيحصل في وجود كل الدكاترة اللي موجودين في القسم بما فيهم رئيس القسم، والكلام ده بيحصل كل يوم. كل كبيرة وصغيرة بيشترك فيها مجموعة استشاريين، بدل العين عيون وبدل الرأي آراء. كل لحظة تتعلم، تزيد خبرتك، تكتسب ثقة. خلص المورنينج ميتنج نطلع نعمل الراوند على العيانين.
الراوند ده بيبقى لازم بيكون فيه الاستشاري اللي هو بيكون استاذ كبير، بيكون معانا صيدلي كلينيكي، وبيكون الدكتور اللي انا اتاتشد ليه اللي هو بيعلمني، وده بيساعدني ان انا من الاول ان انا اتعلم ازاي اخد القرار، والكلام ده كله بيكون على اساس علم. فور قبول الطبيب في ريزيدنسي بروجرام اللي مدته 3 سنين بيبدأ العمل ضمن روتيشن، كل 3 شهور في قسم، نهاية كل 3 شهور تقييم. كل طبيب مقيم ملحق لاستشاري، وكل الاستشاريين موجودين طول اليوم ومتاحين تليفونيا طول الوقت. وبيشترك الطبيب المقيم في العيادات المجمعة، المرور بالأدوار، assignments، محاضرات شبه يومية فعلية وأونلاين، والبرنامج بيأهل الطبيب للزمالة المصرية أو زمالة دانا فاربر بوسطن التابعة لجامعة هارفارد. للمصري القديم سبق في علوم الأدوية، وكثير من مكتشفاته بعد خضوعها لاختبارات أكدت سلامة نشاطها البيولوجي بأحدث التقنيات، لا تزال أساساً للكثير من أدوية اليوم. في أكتر من أثر ل 57-357 في حياتي الشخصية وحياتي المهنية. في أول أيامي في المستشفى قدرت أتخلص من إحساسي بالعجز اللي كنت بحس بيه كل ما أشوف عيان أنا عارفة كويس هو محتاج نعمل له إيه، بس عاجزة إني أساعده بسبب عدم وجود إمكانيات، تقنيات أو دواء. أنا كاستشاري ومعايا فريق الكلينيكال فارماسي مهمتنا إن احنا نتأكد لتماثل البروتوكول لحالة المريض بأكتر فعالية وأقل آثار جانبية. مستشفى 57-357 هو الرائد في تخصص الصيدلة الإكلينيكية في مصر، وبيتكون قسم علوم وخدمات الصيدلة الإكلينيكية من 130 صيدلي إكلينيكي في 32 تخصص. وتبدأ مهام الصيدلي الإكلينيكي من تفصيل بروتوكول العلاج على كل حالة مرضية بشكل مستقل يحقق بيه أكبر أثر إيجابي للمريض ويقلل الآثار الجانبية والمخاطر. وتنتهي مهامه بالأوتكم ريسيرش. والصيدلة الإكلينيكية 57-357 هي الأولى في أفريقيا اللي بتحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ASHP مرتين. أنا كنت مرتبطة جدا بجدتي. لما عيت في آخر أيامها شفت وجه سيء جدا للرعاية الطبية، ولحد ما ماتت ما كناش وصلنا لتشخيص دقيق ولا حاسم لحالتها. كان طبيعي إن أنا أهتم جدا بالتقنيات المتطورة في التشخيص في مستشفى 57-357. التحليل اللي في العادي بياخد أسبوع هنا بيخلص في 12 ساعة، والحاجة اللي بتتعمل في 3 ساعات هنا بتخلص في ربع ساعة. حققت 57-357 أدق مستوى للمنظومة الرقمية المتكاملة في معمل توتال لاب أوتوميشن، وتعمل معا في تناسق في كل وحدات المعمل. نجحت مستشفى 57-357 في الحصول على اعتماد الكاب The College of American Pathologists لمعامل الكلينيكال باثولوجي في عام 2023 بعد اجتيازها 3000 معيار اختباري وتحقيق دقة مخرجات تجاوز 99% في إنجاز وصفه رئيس فريق الكاب بالمذهل. وفي 2024 حصلت معامل السيرجيكال باثولوجي على اعتماد كاب لتصبح 57-357 أول مستشفى في مصر وأفريقيا تحصل على هذا الاعتماد لهذا العدد من المعامل وبهذا المعدل في اجتياز المعايير. كل شويه بيحصل تجديد في الجايد لاينز عالميا. لو ما كانتش المستشفى طورت اسم الباثولوجي عندنا، احنا كنا هنبقى خارج اطار الجايد لاينز وخارج اطار الزمن تماما. كل التقنيات دي بتصب في النهاية في كفاءة الدكاترة. وبنفس مستويات التقنيات ومن أكبر الشركات المتخصصة توجد كافة أجهزة التصوير بالأشعة Medical Imaging. القسم يضم أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة وأشعة السونار، والقسم يعمل رقمياً بالكامل. جداريات المعابد وعشرات البرديات في مصر وفي جامعات أوروبا وأمريكا تمثل أول توثيق وقاعدة بيانات ومراجع لكافة علوم الطب والصيدلة والبحث العلمي والجراحة. ومن أشهر تلك البرديات التي تحمل أسماء مالكيها بردية إدوين سميث، بردية إيبرس، وبردية كاهون. من وانا صغير هوايتي الاي تي، بحب الاي تي. معروف وسط اصحابي لو حد عنده مشكله فالاي تي اسال هشام. بعد ثانويه عامه كتبت اغرب رغبات ممكن حد يشوفها: رغبه طب، رغبه هندسه، رغبه طب، رغبه هندسه. قلت مش فارقه كتير، اللي هتيجي تيجي،
انا كده كده مسافر امريكا. وبعد سنين كتير 57 هيبقى لها اثر كبير في حياتي كدكتور، كانسان، حتى بشغفي بالاي تي، حتى بسفري لامريكا. في 2009 جبنا سيرنر اخذ المستشفى والفريق الطبي والدكاتره لليفل تاني خالص. اللي اثر فيا بشكل شخصي ان في 2013 اداره المستشفى كانت لسه فاكره ان انا بحب الاي تي ومهتم بالمجال ده، فحملوني مسؤوليه كبيره اني اكون التشيف ميديكال انفورماتكس اوفيسر. في 2018 جبنا اوراكل زي سيرنر بالظبط، بس في كل النواحي التشغيليه والاداريه في المستشفى. ساعتها احنا كملنا دائره الرقمنه بالكامل، سواء في الجانب الطبي ودلوقتي كمان بقى في الجانب الاداري. وفي 2024 بنينا على سيرنر وعلى اوراكل وعلى البيج داتا اللي بقت موجوده في المستشفى قسم جديد، قسم الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. قسم الاي اي بيتعاون مع كل اقسام المستشفى. بحجم المعلومات وحجم الداتا اللي عندنا هو هيحسن ويسرع الاداء ويخلينا ناخد قرارات افضل وانتاجيه احسن وكفاءه تشغيليه افضل. أثر فيا جدا إن ألاقي في إدارة 57 حل لمشكلتي اللي كانت بتتعبني وتتعب اللي حواليا، وهي البحث عن البرفكشنزم. لقيت الموضوع ده الطبيعي في 57 وكمان في قسم هو المسؤول إن هو يتأكد إنه كل حاجة بتتحقق بأقرب طريقة للبرفكشنزم، قسم الكواليتي. أنا كدكتورة 57 أنا محمية من أي احتماليات لإهمال أو تقصير ممكن تأثر بعد كده على شغلنا. خاصمت الطب وعديت السرطان من وقت صاحبتي جالها كانسر في العظم. الموضوع بالنسبة لي ده كان صعب جدا، لأن هم اضطروا إن هم يعملوا لها بتر في رجلها، وده كان حل قاسي جدا بالنسبة لي، كان صعب. لما جيت 57 لقيت الحلول الصعبة اللي بره دي أسهل بكتير في 57، ولقيت حلول كتيرة جدا متطورة. وحدة السايبر نايف 57357 الأولى في أفريقيا، وتعد تقنية روبوتيك راديو سيرجري هي الأولى عالمياً في دقة استهداف الأورام وتجنب الخلايا السليمة. وحدة البروتون ثيرابي أول جهاز في أفريقيا والشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي بالبروتونات، استهداف للأورام في الأماكن الصعبة دون الإضرار بالأنسجة السليمة، مما يرفع نسبة الشفاء بإذن الله ويقلل من الآثار الجانبية. حضرت دبلومتين قبل ما اجي شغلي في 57. في الواقع العملي ما كانش ليه نفس التأثير والقوة، عكس ما انا جيت واتفاجئت بوضعهم وتأثيرهم في 57. أول دبلومة كانت الكلينيكال نوتريشن. التغذية العلاجية بتحسن الصحة العامة للمريض وتخليه أكتر تحمل للأدوية، وده بيساعد في سرعة الشفاء. ورانا قسم النيوتريشن اللي شايل عننا كل مشاكل التغذية الخاطئة للطفل المريض. تاني دبلومة ليا كانت الأمريكان بورد في الانفكشن كنترول. قسم الانفكشن كنترول بيحوط العيان، بيخليني كدكتور ابقى مطمن ان مفيش اي حاجه ممكن تحصل للعيان نتيجه البيئه المحيطه بيه في المستشفى. كتير بيضيع مجهود وإنفاق لو مفيش سيطرة على العدوى. أقسام التوعية وخدمة المرضى بيدوا توعية للأهالي للسيطرة على الانفكشن، وطبعاً ده بيخفف الضغط من علينا كتير وبيسهل علينا جداً. مع كشف حجر رشيد تفاجأ العالم بوصول العلوم التي ترجع إلى مصر القديمة، وكيف لجأ ملوك العالم إلى ملوك مصر لطلب أطبائها، وكيف خرجت علوم الطب المصري لليونان وغيرها. وفهم الجميع سر تلك الجملة التي تتكرر في سير كبار العلماء مثل أبيقراطس وهيروفيلوس وجالينوس، والتي تقول: ذهب إلى مصر ليتعلم في مدرستها الطبية، ثم عاد إلى موطنه وأسس مدرسته الطبية. في 2014 بدأت شراكة بين مستشفى 57 ومركز دانا فاربر ومستشفى بوسطن التابعين لجامعة هارفارد في تقديم برنامج زمالة تدريب وبحث علمي في زمالة الأورام والأطفال وزمالة العلاج الإشعاعي. قدمت واتقبلت وبقيت في أول دفعة برنامج زمالة الأورام، وبتبقى تحت تقييم 15 أو 18 أستاذ مستشارين 57 ومن بوسطن. علشان الدكتور يتقبل في برنامج زمالة أورام الأطفال بيعدي ب3 مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الانترنال ايفالويشن، يتشاف الدكتور ويتشاف تقييمه بمنتهى الحيادية وبمنتهى الأمان. تاني مرحلة إنه بيدخل امتحان، يكون امتحان في نفس المجال اللي هو البياتريك أونكولوجي. ثالث مرحلة هي مرحلة الانترفيو. بعد ما بيخلص كل ده بياخد سكور ويبقى كل الكلام ده according للستاندرز. بيتعلم حاجتين أساسيين،
الجزء اللي هو الانفورماتيف، الجزء دوت هاو تو بي ان اكسبرت، ازاي يبقى شاطر او ازاي يبقى خبير في المجال ده. تاني حاجه وده الجزء المميز في البرنامج ان هو الجزء الترانسفورميشن او ترانسفورماتيف ليرنينج. الجزء ده بياخد فيه كوميونيكيشن سكيلز، برزنتيشن سكيلز، وبياخد فيه ليدرشيب سكيلز تخليه بعد كده ان هو يبقى تشينج ايجنت. بيعلمونا ازاي نسيرش، ازاي نبص in a systematic way عشان ما نفقدش حاجة في العيان. احنا بنعالج عيان مش بنعالج الورم. الفيلوشيب استمرت 3 سنين. 3 سنين دول كان يتضمنهم 3 شهور في أمريكا متقسمين 6 أسابيع أول سنة، 6 أسابيع السنة التانية. استقبلونا الأساتذة هناك، استقبلونا بنفسهم. ده هناك كان غير عادي، إن مفيش أي بعثة بتبعت طلبة تتدرب عندهم، بيتم استقبالها من الأساتذة من أول لحظة لآخر لحظة. واحنا جوه المستشفى في بوسطن ما كنتش بحس بأي فرق بينها وبين مستشفى 57 357، وما كنتش بفتكر إن احنا في أمريكا إلا لما نطلع بره المستشفى. لم يبرع الطبيب المصري القديم في مهنته فقط، بل توج تميزه بأخلاقياته المهنية والإنسانية التي تعلمها من قانون ماعت: النظام، العدالة، التوازن والأخلاق. قبل ما اجي مستشفى 57 357 كنا نسمع دايما ان عندهم بروتوكول قوي في العلاج وبيطوروه كل شويه، وان هم بيقدموا خدمات شامله جدا للعيانين، منها تذاكر مترو ودار ضيافه. بس كنت حاسه دايما ان في اكسبشنز للكلام ده. روح العدالة اللي بتطبق بصرامة في كل حاجة. ابن وزير جنبه في الأوضة ابن أبسط الناس. نفس روح العدالة دي بتطبق مع الدكاترة في المنح وفي الفرص وفي كل حاجة. المكان بيحترم اختياراتك، بيدعمك فيها. أنا أخدت فرصتي للانضمام لبرنامج الزمالة المصرية. لما قدمت أول مرة ما كنتش سجلت الماجستير، بس ادوني فرصة تانية إن أنا أقدم تاني بكل احترافية ونزاهة. 57 مش بتديك بس الفرصة العادلة، 57 بتديك الفرصة الكاملة كدكتور إن أنت تنجح. مش مهم يكون سنك صغير، المهم أن تبقى عايز تنجح. أنا جيت هنا كان بقالي 2 سنين بس في المستشفى، وتم اختياري في فريق تطوير الدي كير. عملنا امبروفمنت بروجكت في الدي كير، وده كان جزء مهم جدا في تقييمي لما اتقدمت لبرنامج زمالة أورام الأطفال. من الحاجات اللي بتحقق العدالة في مستشفى 57 هو نظام التقييم اللي بيخضع له الدكتور. التقييم مش مراقبة أو محاسبة، هو ضمان وحافز ليك إنك تفضل كويس وتحافظ على عين كويس. بتقيم على أدائك الطبي، علاقتك بالمريض، علاقتك بالتمريض واللي أكبر منك، وأهم من ده مبادراتك. إنك تشتغل بحث علمي ده من أهم أركان تقييمك كدكتور. الدكتور في 57 357 لازم يبقى physician scientist. كل ما فريق البحث العلمي يحل لغز أو يتقدم خطوة، إحنا كمان بنتقدم معاه. بنشوف حاجات كتير قوي في الحالات وبتطلع لنا أرقام كتير قوي. بناخد الأرقام دي نحللها، ولما نحللها بنطلع بأسئلة كتير. ناخد الأسئلة دي وندخل المعمل لتيم الريسيرش ونعمل translational ريسيرش. وخصوصا إن عندنا كلينيكال ريسيرش والمستشفى completely fully digital. دي بقى الريسيرش اكتيفيتيز، أحد أهم تقييمات الدكتور في 57. عرف الطبيب المصري القديم التدرج الوظيفي للأطباء والطبيبات، وكذلك عرف التخصصات الطبية التي تتطابق مع أغلب تخصصات اليوم. الفترة القصيرة اللي فاتت وبرغم كل ظروف التبرعات بقى عندنا إنجازين كبار جدا: وحدة البروتون ثيرابي وغرف زراعة النخاع. 57 357 واحدة من أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط خبرة في عمليات زراعة النخاع بكل أنواعها. في 2009 بدأت بعمليات الزرع الذاتي أوتولوجوس، ثم في 2012 بدأت الوحدة في عمليات الزرع من آخر ألوجونيك، وبتوسعات وحدة زرع النخاع من 9 إلى 27 غرفة. بدأ الزرع بالنوع الثالث والأحدث هابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانت. ترتفع نسبة الشفاء العامة في المستشفى من 4 إلى 6%، وبنقرب أكتر للنسب العالمية بإذن الله. الكارير باث الحمد لله ماشي كويس جدا. أنا بدأت ريزيدنت ودلوقتي أسيستنت كونسلتنت بيدياتريك أونكولوجي. 57 357 ادتني توازن بين عيلتي ومستقبلها ومهنتي ومستقبلها. الثقافة اللي احنا اتعلمناها هنا في مستشفى 57 357 إن كل ما المستشفى تكبر وتتطور احنا هنكبر معاها. حققت 3 أهداف ليا في أول 5 سنين ليا في 57.
أولها إن أشتغل في مكان فير، تاني حاجة إن أشتغل في مكان ليه قيمته العلمية والمهنية يتحط في السي في بتاعي، تالت حاجة إن أنمي السكيلز بتاعتي. حققت الأهداف دي كلها في وقت قياسي، واللي ساعدني إن أنا شغالة في مكان بيتنقل من تارجت لتارجت أعلى وبيحقق أهدافه في وقت قياسي برضه. مستشفى 57 كواحد من أهم مستشفيات الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط، Health Care Center of Excellence، بيضمن توفير كل مقومات تميز العاملين فيه بتوفير الاحتياجات التقنية والعلاجية، وتوفير بيئة عمل إيجابية عادلة ومقدرة ومحفزة وفق الفيجن والميشن، وكذلك توفير مسارات مهنية طموحة إلى أعلى درجات التطور المهني للأطباء. كمدير للقسم الخارجي بشتغل حاجات كتير، طب وغير طب، وانا وزمايلي لو المستشفى ما كانتش قعدتنا صح ما كناش قدرنا نكون المنظومة دي، وما كناش قدرنا ننجح. ازاي تعمل سيستم مش مرتبط بوجود شخص؟ بعد ما خلصت الزمالة اتعينت في لجنة زمالة أورام الأطفال بمستشفى 57 واشتغلت على بروجكت، وكان الهدف منه وضع سيستم، والسيستم ده مستمر لحد دلوقتي رغم ان انا اتنقلت لعمل كنائب رئيس قسم الطوارئ. بعد الظروف اللي بيمر بيها العالم ومرت بيها المستشفى، أصبح الفاند ريزنج مسؤولية كل واحد فينا، مش بس إدارة التبرعات. معظمنا اشتغل في بداية حياته في أماكن إمكانياتها ضعيفة، واضطرينا إن احنا ندبر احتياجاتهم دي مع بعض. لما جينا 57 سمعنا عن محاضرات اسمها الفاند ريزنج. من وانا طالب كنت متطوع مع فريق التبرعات في المستشفى، وحضرت عمليات كتير لحملات التبرع، وشفت قدام عيني ازاي التبرع ممكن يتضاعف لما تقنع اللي قدامك بجدوى التبرع ده، وده كان اول درس انا اتعلمته في الفاند ريزنج. انا دلوقتي بقيت رئيس قسم الطوارئ. الاسم اللي ابتدى في 2007 مع المستشفى اللي كان بيستقبل متوسط يومي 7 مرضى في اليوم، وبيتضاعفوا على مدار السنين، فكان في ضروره ملحه ان احنا نشتغل ونطبق اللي اتعلمناه في تطوير قسم الطوارئ. وكان دوري هنا ان انا اطبق اللي انا اتعلمته as a change agent، واطبق كل خطوه من الخطوات اللي اتعلمتها في تطوير قسم الطوارئ. بدانا تطوير قسم الطوارئ واشتغلنا على الفند اللازم للتطوير، والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نفذنا التطوير ده، ودلوقتي قسم الطوارئ بمستشفى 57 من اكبر اقسام الطوارئ المتخصصه في النوع ده من الاورام على مستوى العالم. كسنتر اوف اكسلنس بتدي للدكتور عشان يبقى متميز في مجاله. الميزه اللي بيتمتع بيها الدكتور في 57 ان بحكم شراكه المستشفى مع اقوى مراكز اورام الاطفال في العالم زي مستشفى سان جود او دانا فاربر كانسر انستيتيوت، ان انا اقدر اتواصل مع اشهر واقوى الاساتذه بمنتهى اليسر والسهوله. كل شهادة اعتماد للمستشفى هي شهادة لكل دكتور فيها. التمريض في 57 متفرغ فقط للبيشنت كير. رجعوا تاني فكرة ملائكة الرحمة، احتراف لسقف المقاييس اللي بره. تمريض 57 أخذ شهادة لجنة الاعتماد الأمريكي للتمريض. ورا الطبيب المقيم في 57 أكفأ وأكبر أساتذة جراحات الأورام، أعقد جراحات بأحدث تقنيات وأعلى نسب نجاح. السيستم ثم السيستم ثم السيستم. كان في طفلة مريضة اسمها سارة. الطفلة دي ارتد عليها المرض 4 مرات، وهي وأهلها بيعانوا المعاناة بتاع الطفل عنده سرطان. كنا في شيفت الليل وطلبوني عشان خاطر الطفلة دي كانت تعبانة، وبعد ما كشفت عليها فضلت ماسكة ايدي ومرضيش ان انا اسيب ايديها. ما قدرتش اعمل حاجة غير ان انا افضل قاعد جنبها وماسك ايديها لغاية لما الشيفت بتاعي خلص والنهار طلع. في مرة كنت بمر لقيت قسيس بيصلي مع بنت في الأوضة، بصيت على الأوضة اللي جنبه لقيت أب بيصلي مع ابنه. هي دي روح 57، هي دي بركة 57. الأصالة والمعاصرة خطين ما بينفصلوش عن بعض في 57. دي شجرة عمرها 124 سنة جنب واحد من أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي في العالم. سبعة وخمسين بتدي للدكتور بكرة، في بكرة حاجة جديدة، في بكرة حاجة أكبر، أكيد بكرة في حاجة بتحصل. الدكتور المصري زائد سيستم واحد من أفضل الأطباء على مستوى العالم. انت عارف وانت في 57 انك هتشتغل بتقنية احدث؟
هتتعلم حاجات جديدة. المستشفى اللي انا اعرفها من وانا بجمع تبرعات لاني اوصل بفضل الله ابقى نائب المدير الطبي في يوم من الايام، هتفضل دايما قادرة باذن الله انها تخرج احسن دكاترة من اجمل اولاد مصر. ورغم ان انا بقالي 15 سنه في المستشفى، ورغم ان انا بقيت رئيس قسم الطوارئ، بس لسه لحد دلوقتي بروح الجنينه وببص للمستشفى ومملي عيني منها، وببص للاطفال واتمنى ان ربنا يشفيهم، ولسه بحلم. يا الدكتور ياللي شبكت ايدينك ليا اعدي السور، ياللي سهرت بتعب ليالي لحد النور، كنت اطمن وانت معايا، انت اماني وانت دوايا، فاهم شاطر قوي وصبور، يا الدكتور. يا الدكتور انا سوبرمان وانا بطلة جسورة، علشان دكتورتي الاسطورة، حسيت وجعي وداوت تعبي، مسحت دمعي وصاحبة لعبي، يا اطيب قلب واجمل صورة، يا الدكتورة. يا الدكتور ويا الدكتورة، بعد ما سيبنا البيت والشارع، بعد ما عشنا ليالي نصارع، كنت عوضنا عن اللي بعيد وهل شفانا كأنه العيد، يا أطيب قلب وأجمل صورة، يا الدكتور.